طريقة نخس بيها. ازاي؟ تعالوا اوريك. اول حاجة هنلاقي السعرات. ازاي؟ بص، انت عندك 3 حاجات هتعملهم. اول حاجة الزيوت، تاني حاجة السكريات، تالت حاجة الاملاح. اولا الاملاح، بلاش تاكل حاجة فيها ملح كتير، وحاول تقلل الملح على قد ما تقدر. تاني حاجة عندك السكريات، بدل ما تشرب مشروبات غازية والكلام ده كله، اشرب مشروبات طبيعية احسن. تالت حاجة عندك الزيوت أو الدهون. بص يا باشا، حاول تقلل فيها على قد ما تقدر. بدل ما تاكل البطاطس مقلية، كلها مسلوقة أحسن. بدل ما تاكل فراخ مقلية والكلام ده كله، خليها الحاجة مسلوقة. وبكده انت هتقلل السعرات الحرارية بتاعتك، وتقلل من الكارب اللي هو الرز والمكرونة والعيش. تاني حاجة معانا هي شرب المية. زود من شرب المية، عشان شرب المية بيساعدك انك تنزل في الوزن، وتنزل المية اللي في جسمك والدهون اللي في جسمك. تالت حاجة معانا هي النوم كويس، لان لما بتنام كويس الهرمونات في جسمك بتتظبط، وبتشتغل بطريقة كويسة، وتساعدك انك تنزل في الوزن او تزيد في الوزن، وبتشتغل بطريقتها الصحيحة. رابع حاجة معانا وهي المشي. حاول تمشي على الاقل كل يوم نص ساعه، بس خطوه سريعه عشان تزود ضربات قلبك، وبكده تحرق الدهون اللي في جسمك. لو مهتم بمحتوى الفيتنس او اللايف ستايل، متنساش تابعني عشان هتلاقي عندي منه كتير. شاو.